السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تبدأ معانا الليالي العشر الأخير من شهر رمضان يوم الثلاثاء الموافق 11/4 سنة 2023. أيضا هيكون 20 رمضان 1444. هتكون إن شاء الله أول ليلة من ليالي العشر. عندما ندخل في أيام العشر نستعد أن نقول وداع رمضان، فإذا قصرنا في العشرون الماضية فلا نقصر في العشر الباقية. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأيقظ أهله وأقام ليلة. خلاص مفيش نوم، مفيش راحة، اجتهاد وصلاة وقرآن وذكر ودعاء طول الليل. عسى أن تصيبنا ليلة القدر فيكتب الله لك أجر أكثر من عبادة 83 سنة. ناس كتير بتجتهد في الليالي الوترية فقط، وناس بتجتهد في ليلة 27 فقط. النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، وفي رواية التمسوها في الأيام الوتر أو في الليالي الوتر، التمسوها في الليالي الوتر من رمضان. لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يحيي الليل كله في العشر الأواخر من رمضان. هذه الليلة مجهولة ولا نعرف توقيتها بالتمام، حتى اللي يعرف توقيتها فهو بالاجتهاد فقط. علشان كده اجتهدي في ال10 أيام كلهم، سواء ليالي وترية أو غير وترية. عسى ان تكون ليلة القدر واحنا متلخبطين في الميعاد، ما تعرفيش ميعادها امتى، ربنا اخفاها. لذلك كل ليلة يطلع لنا ناس يقولك بس ليلة القدر كانت يوم 23، يجي ناس تانية يوم 25، لا هي دي يوم 25. ناس تانية تثبت لا يوم 27، يوم 29، الله أعلم. كله اجتهاد. احنا ما علينا الا غير نجتهد في العبادة والدعاء والذكر وصلة الرحم وصدقة خفاء في هذا اليوم. اعملي كل يوم اللي عليكي، وان شاء الله ندعو ان الله عز وجل يتقبل منا ويبلغنا. ايضا اذا تزاحمت علينا الاعمال، عايزه اعمل كل حاجه، اعمال كتيره، وكسرت في قلبنا الدعوات، عايزه ادعو بحاجات كتير قوي، في دعوات كتير يا رب عايزه ادعو بيها، فاكثروا من قول اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، فسوف يعطيك سؤلك وزياده دون طلب. دون ان انت تحددي، هو من الافضل ان انت تحددي كام دعوة تمسكي فيهم قوي، ودول طبعا احنا قايلينهم من اول رمضان. امسكي في كام دعوة ولحي على الله بيهم. ولكن اليوم الليالي الوترية او الليالي اللي هتجتهدي فيها عسى ان تصيبك ليلة القدر، والله عز وجل يستجيب دعائك ويفتح لك طاقة امل واستجابة دعاء. كتري جدا من اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. وده كان وصايا النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة: يا رسول الله إذا كانت ليلة القدر فماذا أقول؟ فقال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.